سوني نازلين بقلب جامد بقالهم فترة، والصراحة الواحد ما يلومهمش. انا توقعات عندي لافلام الانيميشن عامة بعد دمار بيكسار ما بقاش زي الاول، حتى لو الافلام ديت عالية جدا او خارجة من سوني، واحنا متأكدين ان الفيلم على الاقل هيكون جامد. فيلم جود جاي من على اعتاب فيلم كيب اب ديمون هانترز، والفيلم مش وحش. عايز تقفل الفيديو هنا وتروح تتفرج عليه؟ مش هتندم. بس يفضل تكمل الفيديو عشان ما تتخبش في وشك، هو شوية وهنمشي. الفيلم ده مش حاجة شرسة قوي ومحروق جدا. كقصة، باسكتبول والشخص الضعيف أو الأندردوج هو اللي هينتصر. كتنفيذ، هو ده متعة الفيلم. الفيلم ده حرفيا عامل لك ميكس كويس جدا ما بين زوتوبيا وسبيس جام النسخة النظيفة، وطبعا الرسومات والستايل الجديد بتاعت سوني. كل حاجة قصصيا من ناحية الفيلم تحس إنها معمولة في إطار الأمان، لأن الفيلم نفسه ما بيقدمش مقوم تقيل قوي يشيله بره عن التنفيذ في المجمل. اللحظات بتاعت الفيلم جميلة جدا على سبيل المثال. فأول الفيلم ممكن يكون ممل شوية، بس بيلم نفسه بسرعة، وهتحس بكروته أحيانا في أول أو آخر الفيلم. بس ده متوقع، يعني إن الفيلم في الآخر مش بيعمل حاجة خارقة أوي. ده فيلم محروق. الشخصيات الجانبية لوحدهم مش حاجة هتخليك تفتكرهم، وأنا شايف إن نقاط الضعف بتاعت الفيلم ده أكتر من فيلم كيب أب ديمون هانترز في الحتة ديت. بس الفيلم متزن جدا على بعضه. التعقيب الأخير يمكن عشوائية القرارات اللي اتاخدت في الإخراج بتاعة الفيلم، لأن في أوقات كتير هتحس إن اللي اشتغل على الإخراج بتاع الفيلم ده بص على الفيلم من منظور إن معمول كأنه فيديو تيك توك، بس هو غالبا معمول على نغمة الجيل الجديد أو جين ألفا، من دخلة إن إحنا فاهمينك، والحاجات دي شبه الحاجات اللي بتشوفها على الفون بتاعك، اللي هو إحنا معاك وكده. هو الحقيقة يعني الفيلم ده مش أحسن إنتاج يخرج من سوني مؤخرا، بس الفيلم بشكل عام متزن، تقدر تبلعه. الفيلم نضيف مفهوش اللي بالي بالك، وهتطلع من الفيلم مبسوط. مش من الافلام اللي هتنساها بسهوله، وهتحب فعلا الوقت اللي هتقضيه وانت بتتفرج. الفيلم مليان اكتر من مجرد قصه. الرسومات والاخراج ومجمل الانتاج معمول بشكل حلو، وفي روح تحسها طالعه من الفيلم. في النهايه يعني سوني بيحبوا يخوضوا التجربه، ومش دايما هتصيب. ده اللي هيخليهم ماشيين في القمه بغض النظر عن اللي بيحصل. شكرا للمتابعه، وسكت كلمتكم. Peace.